طبعا بقى كلنا مع رجوع المدارس بندور على اكلات سهله وسريعه وكمان تكون وجبات متكامله. هنجيب بقى نص كيلو لحمه مفرومه، انا حطيتها في الطاسه من غير اي دهون، ونزلت عليها ببصلتين متقطعين قطع صغيره وشويه فلفل الوان وحبيتين طماطم برضو متقطعين قطع صغيره. هنبهرهم بقى بملح وفلفل اسود ومعلقه من السبع بهارات ومعلقه بابريكا. هنديلهم تقليبه حلوه كده مع بعض، وهنضيف عليهم نص كوبايه ميه، وهنهدي النار ونغطي ونسيبهم مع بعض كده ربع ساعه. هنجيب بقى حله تانية نحط فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت وبصلايه كبيره تكون متقطعه قطع صغيره. اول لما البصله تدبل هننزل عليها بكوبايه من البسله وجزريه كبيره مبشوره. هنشوح الحاجات دي مع بعض كويس، وهنبهرهم بملح وفلفل اسود ومعلقه قرفه ومكعب من المرقه الفوريه لو حابين، مش حابين استغنوا عنه. هنديلهم تشويحه كده والنار عاليه، وبعد كده هنهدي النار ونغطي ونسيبهم مع بعض 10 دقايق. هنا كده خلاص البسله والجزر دخلوا في التسويه. هننزل عليهم بميه مغليه، طبعا كميه الميه على حسب كميه الرز اللي هتحطيها. انا حطيت كوبايتين رز بسمتي، حطيت عليهم 4 كوبايات من الميه، وطبعا الرز بتاعي مغسول ومش منقوع. طبعا النار عاليه، اول لما الرز يتشرب هنديله تقليبه ونغطي ونسيبه بقى 10 دقايق على نار هاديه. وبس كده خلاص بقى، زي ما انتم شايفين كل حاجه عندي بقت جاهزه، اللحمه بقت جاهزه والرز خلاص بقى جاهز ومستوي تماما. قدموها بقى بالطريقه اللي تعجبكم، انا بحب اقدمها في طواجن صغيره كده عشان كل واحد ياخد الطاجن بتاعه. اكله سهله جدا وسريعه ومغذيه وكمان طعمها حلو جدا وبتعمل كميه كبيره. يلا بقى مستنيين ايه؟ قوموا جربوها بالطريقه بتاعتي ومتاكده هتعجبكم وهتعجب كل البيت، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.